اللي سبقك بدأ قبلك وهو مش أحسن منك. هو كل ما في الأمر إنه صارح نفسه وعرف إيه نقاط الضعف اللي بتتعبه وإيه الحاجات اللي بتخليه مش قادر يكمل. صارح نفسه وعرف إن الأحلام اللي مش قادر يحققها والمشاكل اللي مش قادر يتجاوزها كل ده جاي منه هو، وإنه محتاج ياخد هدنة يفكر يبدأ تاني إزاي. مش مشكلة هيبدأ إزاي قد ما مشكلة هيبدأ إمتى، لأن السرعة مطلوبة لأن كل دقيقة بتطلعها لقدام بتفرق معاك في حياتك. ولو قعدت مكانك واتأخرت كل حاجة بتروح عليك. فهو يا ابني مش أحسن منك، أنت لازم تبدأ تقعد مع نفسك تشوف نقاط الضعف اللي عندك وتغيرها، تدور جواك وتفتش على حاجات تخليك مميز وقوي تشتغل عليها، تعمل أي حاجة لمجرد بس إنك تبقى بدأت. ابدأ وما تخافش، قول بسم الله الرحمن الرحيم وابدأ، وصدقني والله البداية نجاح والاستمرار نجاح، وفي الآخر هتلاقي نفسك وصولك لأكبر نجاح. بس أنت بس تبدأ.